المهم البنات، الا درتو هاد الوصفه نصيحه ما ديروهاش قدام الرجاله ديالكم، حيت بالتاكيد غادي يقولوا لكم ايوا ما خليتو حتى شي حاجه ما جربتوهاش لذاك الوجه، واللي قال لكم شي حاجه كتجربوها وكطليوها لذاك الوجه. المهم خليوها غير ملي تكونوا بوحديتكم، تكونوا غادي المهم يكون معكم حتى شي حد. انا راه ولدي شافني وتخلع قال لي ماما شنو دايره لوجهك، حيدي داكشي. بالنسبه للوصفه الاولى اللي غنشارك معكم هو غوماج كينقي الوجه. اول حاجه غتحتاجي قهوه، انا بالنسبه لي عندي هاد لا مارك هادي، وما تحتاجي قهوه كما كانت ماركه عاديه. المهم هذه اللي هي كتقطر، يعني اللي كتغلى او اللي كدار في الماكينات، ماشي هذيك العاديه اللي كتباع في الساشيات. وغادي تحتاجي هذه اللي كنصوب بها القهوه، كلشي كيعرفها الناس ديال زمان. بالنسبه لي انا ما كنخدمهاش بزاف، ولكن اليوم بالنسبه للناس اللي عندهم ماكينه ديال القهوه واللي كيديروا فيها داك عندهم الصفايه وكتقطر، الا عندهم حتى هذيك راه خدامه، يعني كتقطري القهوه ديالك وداك التفل ديال القهوه اللي كيبقى هذاك هو اللي كنستعملوه. كنزيدوا عليه شويه من جيل نيطوايون او غوماج، وغنوريكم الطريقه. خديت معلقه ديال القهوه ودرتها هنا، وهنا من التحت غندير الماء، غنعمرها بالماء، يعني المهم تقريبا بزاف ديال الماء وصافي. وغنديرها فوق البوطه وغادي نسد عليها بحال هكذايا. ومن غنسد عليها نخلي حتى داك الماء يطلع كامل، يعني كتقطر القهوه وكيبقى فقط هذاك، يعني داك المهم داك التفل. كاع المغاربه كيعرفوا يصاوبوا القهوه بهذه الماكينه هذه، ساهله يعني ماشي شي حاجه. كديري الماء لتحت كديري القهوه الفوق وتديرها في البوطه. من كتطلع القهوه كيبقى داكشي اللي بقى هو اللي غنزيدو مع جيل نيطوايون غنديرو وغنقومي به وجهي، غنديرو على وجهي وانتم غتشوفوا الطريقه. ها انتم كما كتشوفوا القهوه كتطلع الفوق، وهذاك داك التفل غيبقى لتحت. نتسنى التفل حتى يبرد وغنديروه في الزلافه، وغنزيد عليه شويه من الجيل نيطوايون. صافي من بعد حطيت القهوه هنايا، وغادي نزيد عليها شويه من هذا، هي شويه ماشي بزاف، هذا باش يعاونني انني يتجمع ليا هادشي. وصافي ها هي واجده. دابا نبداو نديروها على وجهنا. كتبداي الوجه كامل. من بعد تقريبا 15 ل 20 دقيقه راني مسحت واش غادي نقول لكم، كتحسوا بواحد الرطوبيه اللي هي اش غادي نقول لكم زوينه، وكتحسوا بالوجه تنقى، لي بوين نوار زالوا. المهم الا دومتوها نهار على نهار على نهار غادي يبان لكم الفرق بالتاكيد. وانا كما قلت لكم انا ما تنديرش المكياج، كنحاول نتفادى الفون دو تان، تنتفادى. وكيف ما كتشوفوا هانتوما البشره ديالي صافيه الحمد لله، ما فيها لا حبوب لا حتى شي حاجه. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وغنخليكم مع وصفه واحده اخرى. هذه كتسد المسامات، يعني بالنسبه اللي عندها المسامات كيتحلوا ليها عندها الحبوب. المهم انا كنحاول نقرب لكم، يعني كنحاول انني نبين وجهي، ولكن مهم على قدر الاستطاعه. بالنسبه لي انا الفيديو صورته لكم قبل ديال الوصفه ديال الحليب والخيار، غادي نحطها لكم مع هذا الفيديو ان شاء الله، وغادي نوريكم طريقه الاستعمال دابا، حيت انا حاطه هذوك المكعبات في الفريغو، وغادي نجبدهم وغنوريكم طريقه الاستعمال.
كيف ما كتشوفوا كنشد هذه وكتشديها وكتبقاي تدوري حركه دائريه على المسام، كتبقاي بشويه بشويه. بالنسبه اللي كيبغي يدير الخيار بالقشره ديالو ممكن، المهم تتبقاو تدوروا عرفتي باش كتحسوا بواحد بحال العروق تيديروا بحال كتحسي بالعروق تيحياو من كيضربهم هذا الثلج. المهم واحد الاحساس اللي هو زوين، كتبقاو. انا ما يمكنش ندير هكا حيت انا شاده الكاميرا. المهم كما قلت لكم هذا ديما يكون عندكم في الفريكو، ديما ديروا به مساج للوجه. اش غادي نقول لكم، كنظن ان وجهي كيبان انه كي وجهي كيعنقي، كاين اللون ديال يديا نتوما كتشوفوا، كاين اللون ديال يديا، يعني كيبان الفرق انني زعما ما كاينش شي فرق كبير، حيت كاين اللي كتلقى وجههم كحل ولا كاع الا كان وجه ابيض القرفه كحله لون يديهم في لون. المهم كما قلت لكم الواحد يحاول انه يدير وصفات طبيعيه، يتفادى المكياج. وكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي عزاز عليكم، وخليكم على خير مع فيديو واحد اخر ان شاء الله. رجعت معكم عاوتاني كما كتشوفوا نوريكم لي برودوي فيني اللي انا كنستعمل واللي هما اش غادي نقول لكم زوينين بزاف. بالنسبه لابو سيش، البنات اللي عندها لابو سيش كوني اكيده ان التجاعيد غيزوروك بكري، هذه 100%. يعني مي يقولها لك اي واحد اللي عندها لابو سيش كتنشف لها لابو، راها خصها ديما دير اونتيغي، دير ان كريم دو جور ابارتير من 30 عام. بالنسبه لي انا عندي 29 عام، بداو كيبانوا ليا في جي حدا فمي. كيف ما قلت لكم اهم حاجه هي انك تنقي البشره ديالك. وكاين اللي عنده بشره مختلطه، انا راه ما عنديش جافه بزاف ديال النواحي، عندي دهنيه. بالنسبه ليا كناخذ هاد اونتيجيل كيف ما كتشوفوا، هذا ديال ايفروشي، هذا خاص باللابو سيش والبشره المختلطه، هذا راني ساليته كيف ما كتشوفوا. وتنصح البنات اللي عندهم بشره جافه ياخذوه. اش غادي نقول لكم يا البنات، انا راني ضد المكياج نهائيا، ولكن اللي نقول لكم كلما بعدتي على المكياج كلما كانت البشره ديالك زوينه ونقيه. ولو ولفتي انا كتخرجي بلا مكياج راه غادي من الاحسن. المهم انا كنهضر على السيدات اللي هما اللي مزوجين، ديري فون دو تان، ديري مكياج في المناسبات، في عراضه، في شي حاجه. ولكن انا كنصح البنات يبعدوا على المكياج. المهم الا بغيتي تحافظي على البشره ديالك تكون زوينه. بالنسبه لي انا كندير دائما هاد ليكرون ديال الشمس ديال لا روش بوزي. انا بالنسبه لي هذا زوين. ونقول لكم واحد الحاجه، انا هذا واخده تانتي، اللون ديالو تانتي، ما تنبغيش داك ليكرون اللي هو تيكون المهم بيض عادي. وهذا اللون هذا يصلح للسمر ما يصلحش للبيض. بالنسبه لي انا كيبقى لي الفرق ديال اللون. المره الجايه ناخذ الحليب العادي. اللي بغيت نقول لكم ليكرون ديال الشمس مهم جدا، لانه كيحمي من الكلف، كيحمي من النقاط ديال المهم كيتكونوا في الوجه. يعني ماشي غير مثلا فصل الصيف ليكرون، مي كيفوت الصيف صافي ما كنبقاو نديرو حتى شي حاجه لابو ديالنا. انا كنصحكم بهذا زوين. يعني بالنسبه للحمايه كنعطيه 10/10، ودرتو الصيف كامل وكنت كنمشي للبحر. واش غادي نقول لكم، يديا تشمش كحاليت، ولكن وجهي اللي كنت كندهنو الحمد لله كاع ما بانش فيا، كاع ما مشيت. بالنسبه لكريم دو جور كاين هذا كريم دو جور اونتيغيد في نفس الوقت ايدغاتي. نوريكم راني ساليته بقى فيه واحد شويه. هذا انا خديته بروموسيون، كتاخدي واحد كيعطيوك واحد غراتوي. بالنسبه للثمن ديالو كيدير 400 درهم او 390 درهم تقريبا جوج، ولكن راه زوين. واش غادي نقول لكم، كتحسي بالفرق. ما غاديش نقول لكم تيبيض، وانما كاين واحد الفرق. وبالنسبه للكاليتي ديالو عجباتني، وكنصح البنات اللي عندها بشره مختلطه او بشره جافه يعني حاولي انك تيدغاطي لابو بان كريم دو جور. انا كنقول لكم هذا كنديرو في الدار، يعني ما كنديرش في الزنقه، ولكن بعض المرات كنخرج بيه لك نتمشى نتسخر. ولكن اغلبيه ديال الوقت كندير غير ليكرون، ما تندير حتى شي حاجه.
وبالنسبه لهذا اللي غنوريه لكم حتى هو كيغطي لابو زوين. هذا غير الماء كنديرو بالقطن، مي كندير جيل دو نيطوايون كندهنو. هذا اغلبيه تنديرو غير بالليل، تنديروش بالنهار. المهم نتوما كتشوفوا بقى فيه واحد القطيره. ما عرفتش انا واش نتوما كتوقع لكم مي كيتسالوا ليا المكياج ولا كيتسالى ليا شي حاجه ديال وجهي، كيتسالى ليا كلشي دقه واحده. يعني كتخرجي خصك تشري هذا وهذا وهذا، وملي كتمشي عند مول المكياج كتلقاي راسك نسيتي شنو كنتي باغا تشري. كنقول يا نسيت هذه ونسيت هذه، عاود كنمشي. المهم انا بالنسبه ليا كنقول لكم ما كنديرش مكياج بزاف، وخديت هذا. من خديت هذا عطاوني هذا غراتوي، هذا لي ديماكيون لا بو سونسيتيف، بشره حساسه. المهم هذا ديال البشره الحساسه وديال البشره الجافه، كتحيدي به المكياج، كحول من العينين، اي المهم هذا صراحه المنطقه ديال بلاصه العينين. كيف ما قلت لكم العنايه بالبشره، وصفات طبيعيه، تبعدي على مكياج، تنيطوي البشره ديالك، تغطيها. هذا هو اهم حاجه باش تكون البشره ديالك زوينه. وسمحوا لي لا طولت عليكم، وندوزو للوصفه الطبيعيه. المقشر ديال الوجه، الكوماج اللي كندير، ونوريكم حتى كيفاش كنسد المسامات، حيت انايا كيخرجوا لي الحبوب. يعني في العاده الشهريه ضروري كتجيك شي وحده ولا جوج ولا ثلاثه كطبعوا لك الوجه، تيخليو لك لي تراس. المهم غادي نوريكم الوصفات اللي كندير.